بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أعزائي الأهلاوية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. الأهلي يقترب من التعاقد مع النفاثة الفراري المغربي محسن برقة. صلي على الرسول وندخل في التفاصيل على طول. غضب شديد جدا بان على مجلس إدارة الأهلي وخصوصا الكابتن محمود الخطيب بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة، وده اللي خلى الكابتن محمود الخطيب يعمل اجتماع مع مارسيل كولر يوم الثلاث اللي فات ويطلب منه تقرير مفصل عن أسباب سوء النتائج في الفترة الماضية وعن أسماء اللاعبين المقصرين. مش كده وبس، الخطيب كمان أخبر مارسيل كولر إن الأيام اللي جاية دي لا مجال للتهاون، لأن الأيام اللي جاية دي مباريات إقصائية في قبل نهائي بطولة أبطال أفريقيا. مش كده وبس، كمان الخطيب أخبر كولر إنه مش هيجدد لموديست ومش هيفعل تجديد العقد لمدة سنة الموجود في عقد موديست، وإنه ناوي يجيب مهاجم جديد. وبالفعل بدأت لجنة التخطيط ولجنة التعاقدات في البحث عن مهاجم جديد. وفي الساعات الأخيرة ظهرت بعض الأنباء والتقارير الصحفية المغربية التي تؤكد تواصل الأهلي مع اللاعب محسن بريقة نجم فريق المغرب الفاسي. محسن بريقة يبلغ من العمر 24 سنة، ولو الأهلي استطاع ضم محسن بريكة هتبقى صفقة من العيار الثقيل، اللي الأهلي عايز يعمل أكتر من صفقة من العيار الثقيل موسم الانتقالات القادمة، لأنه ناوي يدخل كأس العالم للأندية بشكلها الجديد بمشاركة 32 نادي بفريق قوي. ومحسن بريكة من ضمن الصفقات اللي الأهلي حاطط عينيه عليها. محسن بريكة عنده 24 سنة، أحرز 9 أهداف وصنع 3 أهداف من 24 مباراة مع المغرب الفاسي. يمتاز محسن بريقة بإجادة ألعاب الهواء، بيجيب جوان براسه كتير، يقدر يشوط من أي حتة في الملعب، بيعرف يلعب مع زمايله ويعمل 1 2. أنا شايف إنه هيكون إفادة كبيرة جدا للنادي الأهلي. محسن بريقة بيلعب المهاجم الصريح رقم 9 أو بيلعب جناح يمين أو جناح شمال مهاجم. كمان محسن بريقة عنده ميزة مهمة جدا وهي السرعة الفائقة جدا جدا اللي خلت الجماهير بتوع المغرب الفاسي يطلقوا عليه لقب النفاسة. محسن بريكة عنده أكتر من عرض لكن هو بيفضل إن هو يلعب في النادي الأهلي، وقال إن الأهلي دايما بيشارك في الأدوار النهائية في بطولة أفريقيا وإنه دايما بيشارك في كأس العالم للأندية، وإن هيكون بوابته للاحتراف وبوابته للنجومية وللشهرة. أنا شايف إن محسن بريكة لعيب جيد جدا، قيمته السوقية حوالي 350 ألف يورو، يعني مش مبلغ كبير. عنده 24 سنة، في مستقبل ليه كويس جدا جدا الأهلي يقدر يستثمر فيه. وفي بعض الصفقات التانية بإذن الله وأمر الله هتنزل في الفيديوهات الجديدة ورا بعض متوالية بإذن الله، لأن في أكتر من صفقة وحابين نعمل كل صفقة فيديو مفصل عنها عشان تبقى مدة الفيديو صغيرة. ويا ريت لو الفيديو عجبك تشترك في القناة وتعمل لايك على الماشي وانت ماشي، والسلام عليكم.